اوكي، انتم التنسيق هدفكم في تجارة اسوان او مضطرين تسافروا محافظة تانية عشان كلية احلامكم هناك. انا نيرة ودي الباكت ليست بتاعتي، والنهاردة هوريكم ازاي تحضروا شنطة المدينة الجامعية او السكن الجامعي. اول حاجه الاساسيات او الحاجات البديهيه. المدينه الجامعيه ما بيكونش فيها لا فوطه ولا ملايه ولا الحاجات دي، فانا هاخد معايا فوطه، ملايه وكيس مخده، وطبعا البطانيه الشخصيه بتاعتي. وبعدين هاخد معايا الاسلحه بتاعتي، المعلقه والشوكه والسكينه ومعلقه الشاي، وهخلي بالي منهم علشان دول بيضيعوا وبيتسرقوا اكتر حاجه. الصراحه اتسرق مني كتير قوي. ومج تمام علشان اشرب فيه، وعلبه. انا الصراحه بفضل العلب عن الطباق علشان العلبه ممكن تبقى طبق وممكن كمان اشيل فيها الاكل. كده خلصت الحاجات الاساسيه اللي الانسان ما يقدرش يعيش من غيرهم. وقبل ما ادخل لكم على البند التاني، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتستنوا السيريز بتاعه الاغتراب بتاعتي. ايقاظا للشيف اللي جوانا اللي بيطلع واحنا مغتربين، فانا هحط حله بالغطا بتاعها عشان بحب اعمل فشار واكلات. طاسه تكون ما بتلزقش كده احسن لكم عشان الشاي والقهوه والحاجات دي. وولاعه ومبشره للبطاطس. ولو انتوا حريقه مكرونه محتاجين حاجتين كمان، المغرفه والمصفى. المصفى دي بصوا بتطلع كده وبتنزل كده فبتاخدش مساحه في الشنطه. طب دي الحاجات اللي احنا هنطبخ فيها. ايه الحاجات بقى اللي احنا المفروض نسرقها من عند اهلنا؟ بصوا يا جماعه، هسرق ملح وفلفل وكيس مكرونه وكيس رز وبودره بصل وبودره ثوم وشويه كركم وكم مكعب مرقه كده، وطبعا السكر كده كده كيس سكر وكيس شاي. بصوا اللي هقدر اقلبه واللي مش هقدر اقلبه هرجع من الاجازه واقلبه تاني. انا حرامي يا ناس، انا حرامي يا ابو محمود، انا حرامي. ايوه حرامي مالكيش دعوه. وعلى سيره النسكافيه والشاي، يا ريت لو هتجيبوا كاتل معاكم تخبوه علشان الكاتل هناك تهمه وجريمه ومن المصادرات، يعني ممكن اي حد ياخده منك عادي. ولان هدفنا الاساسي في الغربه دي هي المذاكره، فلازم يكون معانا دوسيه يتحمل جميع انواع الوثائق الرسميه بتاعتنا. الكاييه ده او الكشكول هو متقسم ل5 حتت، انا بستخدمه الصراحه لكل المواد، ولما بيكون عندي 6 مواد في الترم بقوم قلباه وبعدين اكتب بقى من هنا. والحاجه اللي كانت بتشجعني للمذاكره الصراحه هي مقلمتي، لما بيكون فيها الوان واقلام كتير وكده. واخيرا وليس اخرا، انا ذكيه جدا لدرجه ان انا جبت اباجوره علشان عارفه ان ممكن اذاكر بالليل او النور ما يوصليش ومبقاش متقيده مثلا بحته معينه اذاكر فيها، فكنت بستخدم الاباجوره دي. قبل ما نكمل هسيب لكم PDF بالحاجات اللي انتوا تجيبوها معاكم، سواء انتوا ولاد او بنات، هتلاقوهم في الديسكريبشن تحت. نيجي بقى لفقره النظافه. اول حاجه انتوا محتاجين رينول، تمام، فانا هحطه هنا، سفنجه وفوطه علشان تمسكوا بيها الحاجات لو هي سخنه، وطبعا مسحوق غسيل، مواعين ومسحوق غسيل عادي، معجون، اكياس نايلون. ما تقولوليش ليه، بس انا بحبهم جدا والصراحه بيكونوا مفيدين في السندوتشات الصبح، ومشابك. وانا بحب يكون معايا تشكيله من الكياس عشان استخدمهم كزباله لو عايزه احط فيهم حاجتي. بيعصبكوا الصوت ده صح؟ اوبس. عارفين لما الحياه تكون معقده جدا بس حاجات سهله قوي ممكن تحل الازمه دي؟ انا هقول لكم دلوقتي الاختراعات اللي انا جبتها وسهلت عليا حياتي في المدينه الجامعيه. اولا دي شماعه، بس هي مش اي شماعه بتتفرد كده وكده، فهي ما بتاخدش معايا حيز في الشنطه. بما ان انا مثلا رايحه اسبوع واسبوعين مش كل حاجه ببقى عايزه اعلقها، فهي بتبقى ايه، جامده قوي. تاني اختراع بقى الشنطه دي، ممكن نحطها في الشنطه عادي بتاعتنا بتاعه السفر، وممكن نعلقها في الحمام، وطبعا بتكفي حاجات كتير قوي. انا ما استخدمتهاش في المدينه على قد ما استخدمتها وانا مسافره عادي، بس اسعفت حياتي. وطبعا احسن اختراع في الدنيا ان انا خليت كل حاجتي ميني، فاهمين؟ اللي هو انا هقعد اسبوع و4 ايام فمش عايزه اسحل دماغي. دي فرشه السنان بتاعتي، دي ب20 جنيه وممكن تلاقوها في اي صيدليه. دي علبه الاي شادو بتاعتي صغنونه وما بتتكسرش، عشان خلي بالكم البتاعه اللي هي بتبقى ازاز دي اتكسرت مني كتير قوي. وزيها ليبستيك، ده ليبستيك كومبو، شايفين؟ واو بجد. اللي هو انا مش محتاره اشيل 50,000 ليبستيك، انا عندي الليبستيك ده وبعمله ايه، بالفرشه وخلاص. ميني باتل سايز بحط فيها الشامبو بتاعي او البلسم او اي حاجه انا عايزاها. كان عندي منهم كذا واحده بس دي بس اللي اتبقت لي. طبعا رول اون يكون حجمه صغنون، كريم حجمه صغنون، قصافه كيوت، مش لازم يكون حجمها صغنون بس هي ممكن تكون كيوت، دي هاخدها معايا برضو.
واخيرا وليس اخرا، العطر يا جماعه يكون حاجه قد كده. ولو في منتجين ما اقدرش استغنى عنهم في غربتي فهيبقى الكحول والباور بانك. الصراحه دول منقذين جدا، لان اساسا ما ينفعش اي حد يعمل اي حاجه مطرح اي حد، تمام؟ فانا كنت بعقم بيه الشاور، بعقم بيه حاجات كتير قوي، برضه انا كنت دفعه كورونا يعني. وطبعا الباور بانك علشان في اي وقت في مرحله الاغتراب الفيشه ممكن ما تبقاش فاضيه، لان في ناس تانية معانا في الاوضه، فعشان كده كنت بحب الصراحه الباور بانك. اوعدكم دي هتكون اخر حاجه، هتجيبوا معاكم مناديل، وهتجيبوا معاكم ورق للتواليت ووايبس والحبشتكنات دي. وعشان ما اكونش ناسيه حاجه، انا برضو هكتب لكم بقيه الحاجات في PDF اللي هيبقى في الديسكربشن بوكس تحت. والمفاجاه الكبرى اني اتخرجت من سنه من كليه اعلام ومبقتش عايشه في المدينه الجامعيه، بس كنت عايزه افيدكم، لان لما نيره كان عندها 19 سنه وكانت بتحضر الشنطه بتاعت المدينه الجامعيه بتاعتها، ما كانتش عارفه تروح فين وتعمل ايه ولا تتصرف ازاي. فالفيديو ده هديه مني لاي حد داخل الجامعه او اي حد في الجامعه ومزنوق في الحاجات اللي هيحضرها. انا بحبكم كلكم، وبتمنى ان شاء الله يكون عندكم ترم سعيد، سنه سعيده، كليه سعيده، مستقبل باهر، واشوفكم في حلقه جديده من سلسله الاغتراب للطلاب.